مفيش حد في البلدة بيربي فراخ، لكن كل أهل القرية بيلاقوا فراخ ياكلوها كل يوم. كل يوم على الظهر الناس بتتجمع، وكل واحد بيرفع قماشته على الأرض، وفجأة الألعاب النارية بتنزل فراخ صغيرة بدل الألوان. المرة دي كمان جهاز غريب بينزل من السماء. الولد اتصدم وأهل القرية جريوا، لكن الجهاز شالهم كلهم. لما صحوا لقوا نفسهم في أقفاص حديدية، ووحش واقف جنبهم. هو شد الحبل، والناس اللي فيه حاوية وقعوا في الحلة الكبيرة. الوحوش التانية وقفت الوحش، ووقتها فهموا إن الوحوش دول طباخين من عالم تاني، وأهل القرية أكل ليهم. بعد كده الوحش فتح الحاوية اللي فيها الولد، ووقع في حفرة عميقة. البنت مدت إيديها ووقعت معاه بره. الاتنين جريوا بكل قوتهم، ومروا من ماسورة التهوية لعالم الوحوش اللي كان مليان حركة وضوضاء زي بلدهم. الولد اتأثر جدا، لكن البنت كانت هادية. فجأة حصل انفجار، والاتنين وقعوا في طبق كبير من شوربة النودلز. الوحش حاول يمسكهم، لكن حجر ضربه، والولد قدر يسحب البنت، لكنها اتحركت بعيد. الولد مشي في المجاري وفكر إنه هرب، لكن لقى إن القرية كلها كانت مزرعة للوحوش، والألعاب النارية اليومية هي الأكل اللي بيقدموه للوحوش.